هذه هي الزهور الزهرية، هي جميلة جدا، والزهور البنفسجية رائعة أيضا. والمهرجان بصراحة جميل جدا، وكل المشاهدين والمتابعين أتمنى أن تزوروا مهرجان الزهور لأنه جميل وسيفيدكم عن الزهور. والآن أريد أن أتكلم عن البيئة. أريد منكم أن تلقوا نظرة على البيئة. كيف نراها الآن؟ نراها الآن ملوثة، وأتمنى الاهتمام الأكبر للبيئة، لأن البيئة نظيفة هي أجمل وأجمل وأجمل. يعني مو كل يوم نسقي الزهور، عشان نسقي الزهور بكمية كذا محددة، عشان نسقيها بعض الأيام وما نهملها. وهذا درس تعلمته لما كنت في البيت، وأيضا في مهرجان الزهور. وتعلمت أن في المدرسة شفت واحدة من البنات كانت تعامل أحد الورود، كانت مسكتها مثل المكنسة، وهذا شيء خاطئ جدا، لأنه هالزهور هذه، لأن كوكب الأرض الله سبحانه وتعالى خلق هذه الوردة، هي مخلوق حي، وإذا ماتت هذه الورود لن يصبح كوكبنا جميلا، ولن تصبح السعودية جميلة، ولا حتى أي دولة. لذا أتمنى المحافظة على الورود من جميع المشاهدين. طيب شكرا لك يا إيلين. طبعا احنا نتمنى لك كمان كل الأمنيات اللي في بالك والأماني تتحقق لك، وإن شاء الله ربنا يكمل لك اللي فيه واللي أنت تحتاجيه واللي أنت تبغيه بإذن الله. شكرا لك يا إيلين. عفوا لك، وأتمنى لكل المشاهدين السلامة، ومع السلامة. شكرا، يعطيك العافية. ايش اسمك؟ مريم. مريم مين؟ خالد السهلي. مبروك فوزك بجائزة جهاز ايفون. شكرا.